انت ما بتحبيني، انت بتكرهيني، انت ما حدش بيسمعني خالص، انا بكرهك. كل الاشياء هاي اول ما تطلع من اي طفل بيكون عم يدور على شغلتين كتير مهمين، عم بدور على الاهتمام والانتماء. هدول نقطتين مهمين جدا. الاهتمام انه هو يحس انه العين عليه، انه هو متشاف. اما بالنسبه لكلمه الانتماء فانه هو يحس حاله انه في المكان اللي هو موجود فيه الناس متقبلينه. الاطفال لما بيتعرضوا لشعور معين ما بيعرفوا يعبروا عنه بيطلع منهم 4 تصرفات. الاربع نقاط هدول باختصار شديد هي انه طفل بيحس انه هو مش اخذ الاهتمام المعين، فهو بيكون seeking attention طول الوقت. اما بالنسبه للثانيه فهو بيحس انه انا لازم انتم تسمعوني، تشوفوني، تاخذوا رايي. بالنسبه للنقطه الثالثه فهي انه الطفل هون بيحس بالانتقام، بيحس انه هو لازم يعمل شيء يعبر فيه عن الالم اللي جواته. اما بالنسبه للطريقه الرابعه اللي هو بيحس حاله انه هو منسحب، ما بده يعمل الشيء اللي عليه لانه هو حاسس انه هو غير مستحق لاي شيء ممكن يصير معه. اما بالنسبه لكل هاي النقاط لازم كل ام او معلمه او اي حد كبير بيتعامل مع الطفل يحطها في عين الاعتبار، ونحاول دائما نفهم احتياج الطفل ونلبي له اياه، وما نوصل معاه لنقطه انه نحن مو قادرين نلبي له احتياجاته او انه هو يتصرف بطريقه نحن ما نعرف كيف نحلها. دائما حنكون معك خطوه بخطوه لانه انت توصلي لاحسن نتيجه مع اطفالك اليوم وكل يوم بعد هيك.